النهاردة هنتكلم عن أساسيات التلاجة. لما بتأسسي الأسبوع بتاعك صح بتكوني عايشة مرتاحة، فلازم تحطي خطة أسبوعية لأساسيات التلاجة بتاعتك. يعني إيه أساسيات التلاجة؟ الحاجات اللي أنا بجيبها للفطار. موضوع إن أنا أجيب الفطار يوم بيوم وده بيبقى مش لطيف شوية، فأنا هقولك الخطة اللي هتمشي بيها الأسبوعية للفطار. بس قبل ما أقولك بحب أعرفك بنفسي، أنا زينب ودي قناتي. أتمنى تنوريني بلايك واشتراك وكومنت جميل منك علشان يوصلك كل جديد. سمي وصلي على حبيبي وحبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. واذكري الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لازم نعمر التلاجة بتاعتنا في الأسبوع. يعني مثلا أنا بعمل إيه؟ أول حاجة طبعا موضوع الفول يوميا. موضوع الفول يوميا ده في ناس بتحب تدمسه في البيت. طبعا تدميسه سهل، وطبعا دلوقتي قنوات اليوتيوب للطبخ ما خلتش، وانا كمان عامله الفيديو بتاعي على القناه. ممكن ابقى اسيب لكم اللينك بتاع الفول في صندوق الوصف. هجيب ربع كيلو من الفول وادمسه. طب انا ماليش خلق يا زينب، ولا بحب ادمس ولا بحب اعمل الحاجات دي. قولي لي افكار سهله معاكي. هاقول لِك هاتي أكياس فول، مثلًا 4 أكياس، 5 أكياس، على حسب ما أنتِ عايزة. بس والله الأوفر والأنضف والأفضل إن أنتِ تجيبي ربع كيلو فول، تعمليه يا دوبك هيكفي معاكِ في أكياس كده في الفريزر وتشيليه في الأسبوع. طيب ممكن أحطه في علبة وآخد بكبشة كده تكون ناشفة علشان أتعامل معاها كل يوم. طيب الحاجة المفيدة التانية الأساسي عندي أنا باجيبها كل أسبوع، باجيب العسل والطحينة. طب أنا باجيب العسل والطحينة منين؟ من السرجة. السرجة تجيبي منها الحاجة سايبة بتكون حلوة ونضيفة وموفرة. طب أنا دلوقتي أجيبها إزاي؟ باجيب العسل والطحينة سايبين. باجيب مثلًا بقد إيه، باجيب ب20 جنيه عسل، باجيب ب10 جنيه طحينة سايبة. الطحينة السايبة بتبقى تحفة. باعمل إيه، بافضّي الطحينة على العسل وأقلّبهم وأحطهم في علبة بلاستيك محكمة الغلق في التلاجة. باخد مثلًا النهارده هنفطر، باخد طبق عسل وطحينة مع الفطار. بس مش كل يوم إن أنا باستخدمه، إنما الفول عندي بيكون أساسي. باجيب مثلًا أكياس عجينة الطعمية دي بتكون أساسي، بتكون عندي في الفريزر. يوم بعد يوم ممكن إن أنا أعمل طعمية، النهارده مش هاعمل، وهكذا حسب الحاجات اللي أنا هاقولها لِك باجيبها في الأسبوع وأنتِ بتنسقيها زي ما أنتِ عايزة. طب إيه تاني إن إحنا بنشتريه؟ باجيب 10 بيضات. باجيبهم منين؟ باجيبهم برضه من السرجة اللي باجيب منها كل حاجة سايبة. بتبيع البيضاية ب4 جنيه ونص، وفي أي سوبر ماركت تاني بيبيعها ب5 جنيه. فأنا باروح أجيبها من السرجة. باجيب ال10 بيضات ب45 جنيه. طب أنا هيكفوني ال10 بيضات في الأسبوع، إحنا أسرة كبيرة. باعمل إيه؟ النهارده مثلًا أنا هاعمل عجينة طعمية، باخد عليها بيضاية حلوة، باحطها على عجينة الطعمية وباقلي عجينة الطعمية. الطعمية بالبيض بتكون طعمها جميل جدًا. طب هاعمل إيه تاني بال10 بيضات؟ ممكن أعمل فول بالبيض. باخد بيضتين على كيس فول، باعمل طبق كبير فول بالبيض. طيب باعمل إيه تاني بالبيض؟ أنا ممكن آخد 3 بيضات. باعمل بيهم إيه؟ باحط ال3 بيضات عليهم معلقتين من الدقيق، لو عندي بصلاية بابشرها عليهم، لو عندي قرن فلفل رومي باحطهم عليهم، لو عندي حتّة من اللانشون باقطّعها عليها. وباعمل بيتزا من الإيه، البيض. وباقطّعها كده لقطع، باعملها يا دوبك في الطاسة بتكون طعمها حلو جدًا. طماطماية، أي حاجة عندي باحطّها على ال3 بيضات وباعمل بيتزا البيض. يبقى أنا هنا خدت حوالي 5 بيضات، وبعد كده بيبقى عندي 5 بيضات تانيين باحاول بقى أتعامل بيهم زي ما أنا عايزة. أقصد أقول لِك إن ال10 بيضات بيقدري إن أنتِ تكفّيه وتضبّطي بيهم الدنيا. طَب أنا باجيب إيه تاني؟ أنا باحب الجبنة القديمة. ممكن يكون عدد أفراد أسرتِك 5، 6، 4. ممكن 2 منهم يكونوا بيحبّوا الجبنة القديمة أو 3 و2 يكونوا لأ. يبقى أنا ليه مثلًا ما أجيبهاش؟ لأ، يبقى أنا أجيبها وأخلّيها صنف معايا، حد منهم ممكن ياكل. باجيب قد إيه؟ باجيب من الست الفلاحة اللي بتبقى قاعدة، باجيب ب20 جنيه جبنة قديمة، وبرضه باجيب عليها ب10 جنيه طحينة، وباهرسها واحط عليها الطحينة وحبة الزيت، وباحطها في علبة في التلاجة. بتبقى جميلة جدًا وباخد منها بتبقى حلوة. كل العلب اللي أنا باقول لِك عليها دي بتتحط في التلاجة. وأنا قُلت لكم قبل كده أنا كنت عاملة فيديو الفطار، برضه هاسيب لكم اللينك بتاعه في أول كومنت مثبت عشان تشوفوا طريقتي في تحضير الفطار والعلب اللي أنا باشيلها. طب باجيب إيه تاني؟ باجيب كيلو من البتنجان الرومي. البتنجان الرومي بقى بتعملي إيه؟ بتقشّريه وتقطّعيه وتجيبي نُص كيلو
بتقطّعي النُص كيلو وتحطّيه في مَيّة وملح وتخلّيه في التلاجة. النهارده خدتِ قطعتين قليتيهم جنب الفطار، آآ كده يعني، تاخدي يوم بعد يوم على حسب ما أنتِ عايزة. يبقى أنتِ عندِك فول، عندِك عسل وطحينة، عندِك البيض، عندِك عجينة الطعمية، عندِك البتنجان. النُص كيلو التاني بقى أنا هاعمل بيه إيه، أنا باقوم واخداه شاوياه وباشوي معاه، ممكن تشوي معاه بصلاية تعمليهم في الكبة معاهم حبّة طحينة، حبّة زيت، معلقة خل، حبّة ملح، حبّة كمون، حبّة شطة. لو عندِك زبادي ممكن تحطّي معلقتين، تعملي طبق حلو كده أو علبة صغيرة وتحطّيها برضه في قلب التلاجة. كل الحاجات دي ممكن تكون أساسيات عندِك في التلاجة. تطلّعي سلطة بابا غنوج ده في الغدا، ممكن تتعشّي بيه جنب أي حاجة. أكياس الفول اللي عندِك ممكن تطلّعي كيس بالليل تعمليه بالطماطم، تعمليه بالبيض، تعمليه زي ما هو بزيت وليمون، هيبقى برضه حلو معاكِ. طب أنا عندي إيه تاني؟ البطاطس يا جماعة ما فيش غنى عنها. طبعًا أسعار البطاطس دلوقتي الكيلو ونُص ب10 وفي كيلو وربع ب10، في ب10 جنيه وفي ب12 جنيه، وساعات بنلاقي الصغيرة دي ب5 جنيه، على حسب المنطقة اللي أنتِ فيها. ممكن تجيبي كيلو ونُص أو 2 كيلو تخلّيهم عندِك في درج التلاجة. تنظّميهم زي ما أنتِ عايزة. تطلّعي النهارده 3 وحدات تعمليهم مهروسين، وتعملي جنبيهم كيس فول وخلاص على كده. تطلّعي تاني يوم تحمّري بطاطس وتعملي جنبها حتّة جبنة قديمة وتفطروا ويبقى الفطار حلو على كده. هاعمل إيه، هاجيب ب5 جنيه جرجير يدّيني حزمتين، عايزة تجيبي ب10 جنيه براحتك. هتغسليهم وتنضّفيهم كويس وتنشّفيه في الفوطة اللي أنتِ بتنشّفي بيها الخضار وتلفّيهم في قلب منديل ورق وتخلّيه في التلاجة عندِك، تاخدي منّه كل يوم حبّة. يبقى أنا هنا أساسيات الفطار عندي جِبت الفول وجِبت الطعمية والعسل والطحينة والبيض والجبنة. طيب في ناس هنا بتحب إيه، الفلفل الرومي لو أنا جِبت ربع كيلو وغسلته وحطيته برضه في التلاجة علشان أقلي منّه مثلًا كل يوم، أو إن أنا أحطّه مع الجرجير أقطّعه كده يبقى جميل. عارفين يا جماعة لمّا تسيبوا المطبخ كده أو التلاجة من غير حاجات، بتبقى تحسّي إن أنتِ ما فيش ضهر كده، تبقي حاسّة إن أنتِ خدتِ المصروف وصرفتيه على الفاضي. إنّما الحاجات دي أساسيات. في ناس تبقى قادرة إن هي تجيب لانشون تحطّه في التلاجة، جبنة رومي، الحاجات دي، وفي ناس تانية لأ. إحنا من نوع بنجيب البتنجان، بنجيب الفلفل الرومي، بنجيب الجبنة القديمة، بنجيب العسل والطحينة. الحاجات دي كلّها بنكون حاطّينها في التلاجة بتكون ساندة الولاد. برضه لمّا العيّل ييجي من المدرسة ممكن يكون جعان، تبُص تلاقيه طلّع طبق العلبة الجبنة اللي بالطحينة، ياخد منها حبّة كده برغيف على بال ما مامته تعمل الغدا. لو أنتِ برضه عايزة تجيبي الجبنة البيضا هاتيها سايبة، الجبنة التلاجة هتجيبي ربع كيلو جبنة تلاجة سايبة، تحطيه برضه عندِك في الفريزر. بُصّي لو في التلاجة لو أنتِ حسبتِ الحاجات اللي أنا قُلت لِك عليها دي، أنا حاسباها عندي عاملة 150 جنيه. اقعدي احسبيها كده على حسب المنطقة اللي عندِك، مش هتكمّل ال150 جنيه يا دوبك. هتحسبي الحاجات اللي أنا قايلة لِك عليها 150، 160 جنيه، ده يا دوبك فلوس الفطار بتاعتِك كل أسبوع. فإن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسونيش بدعوة حلوة ليّا ولجوزي ولأولادي بصلاح الحال. باحبكم أحلى أخوات في الدنيا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.